سيد النائب محمود تشكي. شكرا سيادة الرئيس، وبرحب مع الوزير عالم صلحي في بيته اللي هو مجلس النواب. يعني كلنا عارفين ان السنه اللي فاتت كانت سنه صعبه على وزاره التموين، وكان فيها تحديات غير مسبوقه، الحرب الاوكرانيه. ولكن يا معالي الوزير، في ناس رغم الجهود اللي الوزاره عملتها، في ناس كثيره سقطت من حسابات الوزاره. على سبيل المثال احنا عندنا في ولايه دكرور اكثر من 3 مليون مواطن بنعاني معاناه غير طبيعيه بسبب ارتفاع الاسعار. عندنا المنافذ غير كافيه تماما للسلع الاساسيه. انا بكلم حضرتك على السلع الاساسيه وليست السلع الغير اساسيه. احنا عندنا التسعير بقى على المزاج، التسعير على المزاج في الزيت والدقيق والسكر والمكرونه. الظروف بقت صعبه على الحكومه على الوزاره لكن يا فندم المواطن وخصوصا الفئات اللي بتعاني من محدود الدخل او بقت اصبحوا عندنا في ولايه دكرور معدوم الدخل. احنا يا فندم محتاجين مراجعه للاسعار. الاسعار بتتسعر بالمزاج. عندنا حمايه المستهلك غير موجود تماما، لا وجود لحمايه المستهلك. بطالب بزياده المنافذ وزاره التموين في ولايه دكرور وفي كل المناطق اللي هي فيها عماله يوميه ومحدود الدخل، وكمان بطالب بزياده حملات حمايه المستهلك على كل المتاجر والمحلات لضمان الالتزام بالاسعار. شكرا يا فندم. شكرا. السيد